بطلنا فار واسمه فريد. الفار فريد كان عايش في فتحة جوه حيطة في ركن من أركان بيتنا، وده المكان اللي هو عايش فيه من أول ما جه من زمان قوي. في ليلة من الليالي بنتي كانت عايزة تسمع حدوتة قبل النوم، وفي نفس الوقت كانت زهقانة من كل القصص اللي كنت متعودة أحكيها لها. وفجأة ظهر الفار فريد، مش عارفين جه منين، وحكالنا حكاية صغيرة لطيفة خلت بنتي ليلى مزاجها حلو طول اليوم. وفي الليلة اللي بعدها، ومع إني اشتريت كتاب حكايات جديد مليان قصص ملونة، ليلى قالت أنا عايزة حكاية من الفار فريد. ومن ساعتها بقى الفار فريد هو اللي بيحكي الحواديت لكل أطفال عيلتنا. فريد كان عنده ميزتين بيخلوه أحسن حد ممكن تسمعه يحكي قصص. الأولى إنه كان دايما بيسمع بقلبه، والتانية إنه كان بيحكي قصص معظمها حقيقية من ملاحظاته. مثلا مرة حكى مغامرة مختلفة جدا حصلت معاه هو وصاحبه مازن. ابتدت الحكاية لما الفار فريد لقى خريطة كنز قديمة وهو بيستكشف واحد من الأماكن القديمة المهجورة، فراح مصرخ الحق يا مازن الحق، بص لقيت ايه، دي خريطة وبتوصل لكنز، والكنز ده على قمة الجبل، وادي الطريق مرسوم وبيقول لنا نوصل له ازاي. مازن قال يلا بينا، انا عارف الطريق ده عشان مشيت فيه مع جدي قبل كده، وممكن اجي معاك. وفعلا بدأوا مشوارهم ورا الخريطة، وفجأة وهم ماشيين سمعوا صوت بوم بوم بوم. بصوا لقوا ديناصور كبير ماشي وعمال يدوس على الناس برجله الكبيرة اللي أكبر من رجل الفيل. الناس كانوا بيجروا وهم بيقولوا اهربوا من الديناصور ريكس الشرير، ده الاسم اللي كان الناس بيسموه بيه، ريكس الشرير. والناس وهي بتجري هربانة من ريكس كانوا بيدوسوا على النمل الصغير. ايه الكارثة دي؟ الديناصور بيدوس على الناس والناس بيدوسوا على النمل، ومحدش سامع حد ولا حد عارف يساعد حد، وكله عمال يصرخ ويعيط. الخريطة اللي كانت مع الفار فريد وصاحبه مازن دلتهم على كهف سري في الجبل. كان سهل على الفار فريد الصغير انه يدخل من فتحة الكهف الضيقة، وبصعوبة قدر مازن انه يدخل وراه بعد ما قعد يكرمش في نفسه جامد. فتحة الكهف في الحقيقة كانت مدخل لعالم عجيب. فجأة لقوا نفسهم بيعدوا وسط غابات وبحيرات وأنهار وجزر لحد لما وصلوا لصندوق خشب قديم. الخريطة قالت إنه هو ده المكان اللي فيه الكنز. قادر تتخيل حماستهم دلوقتي؟ تخيل كمان إحباطهم لما اكتشفوا إن صندوق الخشب اللي فيه الكنز ده مقفول بقفل قوي ومش معاهم المفتاح بتاعه. مازن بص وراح مطلع صندوق الأدوات من شنطته، وبدأوا هما الاتنين خبطة من هنا وخبطة من هناك وسحبة من هنا على سحبة من هناك، ومع شوية مجهود الحمد لله اتفتح القفل. وبصوا جوه الصندوق وكانت المفاجأة، لقوا ان الكنز اللي موجود مش دهب ولا ياقوت ولا ألماظ زي ما كان فريد نفسه يلاقي، ولا سيف بقوة سحرية يقدر مازن يهزم بيه الديناصور ريكس الشرير زي ما كان بيتمنى. تخيل إحباطهم لما لقوا الصندوق جواه مجرد قصة. الاتنين اتضايقوا وكانوا هيقفلوا الصندوق، وفجأة سمعوا القصة بتتكلم وبدأت تقول استنوا، أنا قصة سحرية شايلة جوايا كل قوة موجودة في أي قصة اتكتبت أو اتحكت في الدنيا دي كلها، وأقدر أساعدكم في حل أي مشكلة بس انتوا تطلبوا. الفار فريد رد وقال احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، الديناصور الضخم ريكس الشرير بيدوس الناس، والناس وهي بتجري بتدوس على النمل، والكل بيصرخ ومحدش لاقي حد يساعده. القصة ردت وقالت يلا بينا خلونا نزور النمل. وفعلا
سمعوا كلامها وفضلوا ماشيين في طريق طويل مليان نمل عمال يجري في كل اتجاه لحد لما وصلوا لبيت النمل اللي كان واحد من الناس داس عليه ونمل كتير مات. مازن وفريد بلطف قربوا القصة من ملكة النمل، وبدأت القصة تحكي لها حكاية بلغة النمل، والنمل بدأ يوقف جري في كل اتجاه واتجمعوا عشان يسمعوا الحكاية اللي طبعا ما كانش فريد ولا مازن فاهمين منها حاجة. وفضلوا يتجمعوا حوالين القصة ويتوشوشوا معاها، وشافهم فريد ومازن كأنهم بيشاوروا للقصة إنهم موافقين. وساعتها القصة ندهت على فريد ومازن وقالت يلا بينا نزور أهل القرية. في الوقت ده كانوا لسه كلهم بيجروا وبيصرخوا عشان يهربوا من الديناصور ريكس الشرير اللي كان طبق العربيات وهد البيوت، وقع المدارس وخض الناس. فريد ومازن ما كانوش عارفين يعملوا ايه، لكن ادوا القصة لواحد من الناس، والعجيبة ان القصة للمرة التانية قدرت تنشر الهدوء، والناس بدأوا يسمعوا بهدوء وأمل وشجاعة. وبعدين القصة قالت آن الأوان لمقابلة الديناصور ريكس الشرير. الفار فريد كان خايف جدا من الخطوة دي، لكن سمع كلام القصة وبدأوا يمشوا ورا آثار أقدام الديناصور العملاق، ولقوه وصل للغابة وداس على الأشجار. فضلوا ماشيين لحد ما لقوا الديناصور العملاق نايم تحت شجرة كبيرة وبيشخر بصوت عالي بيقول إنه غرقان في النوم. وابتدى مازن يتسلق على ديل الديناصور لحد ما وصل لرجله، ومنها نط نطة كبيرة على بطنه العملاقة ومشي عليها بالراحة لحد ما وصل عند رقبته، وبلطف قرب القصة من ودن الديناصور شوية صغيرة، ولاحظوا إن الديناصور فتح عينه وبدأ يسمع للقصة، وإن في دموع بتنزل من عينه وبتجري على خده لحد ما وقعت على الأرض جنبهم، وكانوا محتاجين يجروا منها بسرعة علشان كانت بالنسبة لهم كأن حد بيرمي عليهم جردل المية من الشباك. شاورت لهم القصة تعالوا، وطلبت منهم يطلعوا على راس الديناصور، وقالت لهم يلا بينا نرجع للقرية نزور الناس والنمل. فريد ومازن كانوا متحمسين جدا، مين منهم كان يتخيل انه ممكن يركب على راس ديناصور؟ وبدأوا يلاحظوا ان الديناصور ريكس العملاق ماشي بحذر شديد وبيحط رجله بالراحة بين البيوت والشجر عشان ما يدوسش على البيوت والعربيات، لحد لما وصلوا القرية واتجمع الناس والنمل مع الديناصور العملاق، وبدأت القصة تقوم بدور المترجم بين التلاتة. ولما خلصت واحد من الناس قال بصوت عالي يلا نحتفل. وبعدين بدأت أكتر حفلة غريبة ممكن تتخيلوها في حياتكم. ريكس الديناصور كان بينفخ البلالين، والناس عملوا الأكل والمخبوزات والحلويات، والنمل عرض إنه ينظف كل ده بعد نهاية الحفلة، والكل كان فرحان وسعيد، فرحة ما حسوش بيها قبل كده. وفي لحظة هدوء قرب الفار فريد وصاحبه مازن من القصة وسألوها إزاي قدرتي تعملي ده؟ وإيه القصة اللي حكيتيها؟ ردت القصة سهلة قوي عليك تبقى غرقان في قصتك، وساعتها مش بتسمع قصة حد غيرك. قصصنا بترسم الطريقة اللي بنشوف بيها الحياة حوالينا، وبترسم الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المواقف. بكل بساطة أنا حكيت للنمل قصة أهل القرية، وإزاي هم كمان بيوتهم اتهدت وحياتهم اتدمرت، وإنهم ما كانوش جايين يهدوا حياة النمل، إنما كانوا بيحاولوا يلاقوا طريقة يحموا بيها نفسهم من الديناصور العملاق. وساعتها ما كانوش قادرين يبصوا تحت رجليهم ولا يشوفوا إيه اللي هم بيعملوه في النمل وفي بيته. وحكيت للناس حكاية النمل، وحكيت كمان حكاية الديناصور اللي كان غرقان في وحدته وما كانش داري باللي عمله في الناس. ولما سمعوا القصص
النمل عرض مساعدة الناس في تنظيف القرية لو الناس أخدوا بالهم من بيوت النمل، والناس عرضوا يبقوا لطاف مع الديناصور العملاق الوحيد لو وعد إنه ياخد باله وهو ماشي في القرية. وفي الآخر القصة قالت للكل: القصص تقدر تقوم حروب وتقدر تنهيها، تقدر تهد علاقات وتبنيها، تقدر تملى دماغنا معلومات وتقدر تملى دماغنا حيرة. القصص تقدر تنهي عالمنا وتقدر تخليه عالم جميل لينا كلنا. القصص عندها القوة اللي تقدر بيها تحل مشاكلنا وتحلي دنيتنا. الفار فريد اتكلم في نهاية الحفلة وأعلن إننا هنغير اسم الديناصور من ريكس الشرير للديناصور ريكس الطيب، وإن الكنز اللي دور عليه دلوقتي بقى ملك للجميع. الكل دلوقتي بقى معاه القصة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة.